السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في محطة الرمل، يعني سينما أميرة اهي. المكان ده الواحد عدى عليه مليون مرة. الواحد ما كانش متخيل انه كبير كده. دي مدينة طبعا أثرية، غالبا يونانية قديمة. يا اما رومانية معرفش. حتة كبيرة، بص ممتدة لحد فين. هذا يعمل عليها سيرش كده وتشوف تفاصيلها ايه. ان شاء الله نبقى نكتب في الكومنت. نرجع بقى للواقع. هنا سينما أمير هنا. كان لنا زمان فيها ذكريات كتيرة. طبعا وجنبيها سينما مترو. وهنا الموقف بتاع سينما أمير اللي هو بيتعمل فيه حاليا سوق يوم الواحد اللي بتعمله المحافظة. كان الموقف هنا مساحته أكبر من كده كتير، بلطوه وعملوه يعني، بس قلت مساحة الموقف نفسه. فأكيد بيتعمل هنا بقى في المساحة دي كلها السوق. مش متأكد يوم ايه هو. وده شارع السلطان حسين وشارع صفية زغلول. سلطان حسين ولا ده شارع فؤاد؟ شارع فؤاد وسلطان حسين بعديه. طبعا دي تعتبر من مناطق اسكندرية القديمة. يعتبر أقدم شارع في اسكندرية شارع فؤاد. وطبعا يعتبر هو وشارع النبي دانيال، بس هو شارع النبي دانيال أشهر يمكن. احنا كنا هنا قلنا ايه، نعمله جولة كده سريعة نفرجوا الناس اللي من بره اسكندرية. احنا في شهر 4 وخلاص داخلين على الصيف. احنا طبعا في اول الربيع يعتبر، بس الجو حلو. عدت الفترة بتاعت التقلبات الجوية دي،
بدأ الجو نوعا ما يستقر، ما هوش حر قوي او ساقعة، يعني هو في شوية هوا خفيفة كده، شوية هيعدوا يعني. طبعا دي إليت معروفة من زمان أوي. واحنا دلوقتي على شارع صفية زغلول، وداخلين على شارع سلطان حسين. هنا كان في سينما زمان يظهر قفلت، كانت سينما ريالتو افتكر، برضو كانت لنا ايام فيها زمان. ايام المصريين القدماء. آه. سلطان حسين طبعا ده نهايته عند شلالات ميدان الخرطوم وكليات الطب والصيدلة طبعا الشارعين دول من أشهر شوارع اسكندرية برضو، صفية زغلول وسعد زغلول. مفيش حد يعني جوه اسكندرية وبره اسكندرية ما يعرفش الشارعين دول. احنا داخلين اهو طبعا على محطة الرمل،
ونشوفوا بقى ان شاء الله، ربنا يدينا ويديكم العمر، ايه اللي هيبقى وضعها بعد تأهيل الترام الرمل. ولا تنسونا فضلا يعني، لا تنسونا في الاشتراك واللايك والشير. ادي شارع سعد زغلول. يعني جولة كده خفيفة مفيهاش معلومات كتير، بس هنا هي محطة الرمل حتى مجرد توثيق، لأن هي كل حوالي 10 سنين ولا حاجة بيتغير شكلها نوعا ما، فيعني القنصلية الفرنسية طبعا، الإيطالية ولا إيه؟ الفرنسية طبعا من ناحية المنشية، ميدان المنشية. وده الغرفة التجارية، ده مبنى الغرفة التجارية أو شارع محمد كريم ترام، يعني اسكندرانية بيقولوا عليه كذا اسم. ادي البحر، بحر اسكندرية اللي ملوش مثيل. وهنقفله كده، والزحمة بتاعت كل يوم ربنا يسهل، والمشاريع دي تخلص والعمليات فوق شوية بإذن الله هيكون لها أثر جامد. يعني جزء من يركبوا عربياتهم، هيركبوا المترو، هيركبوا الترام بعد تعديله تأهيله تغييره للأفضل. حاجات كثيرة إن شاء الله الفترة الجاية تتغير في اسكندرية. وهنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.